الانترنت اللي احنا عارفينه مش هو كله، في انترنت تاني موازي كده مليان اسرار ومخاطر وممكن تقع فيه وانت مش واخد بالك. عشان تفهم الصورة اكتر، الانترنت متقسم لثلاث اقسام. اول قسم الانترنت العادي اللي هو اليوتيوب والفيسبوك والحاجات اللي احنا كلنا بنستخدمها في اليوم. انت كمستخدم هاتف محمول مش بتشوف غيره بس حرفيا، فهمت؟ النوع الثاني الديب ويب، ده يا صديقي مش زي الانترنت بتاعنا خالص اللي هو الطبيعي، ده مخصص لقواعد البيانات والمعلومات والحاجات اللي هي مش بتاعتنا خالص. ده بتاع سجل الدولة والحاجات بتاع الدولة، زي مثلا اسمك، عنوانك، وتاريخ ميلادك، كل ده بيكون هناك. وكمان درجتك اللي في الثانوية العامة اللي زي الزفت هي موجودة هناك وكل حاجة يعني. ده القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو اوسخ واحد فيهم حرفيا يعني، ده اوسخ نوع من انواع النت، الدارك ويب. ده بقى يا صديقي العالم المظلم من الانترنت، ده عكس اللي احنا بنستخدمه خالص. مش ممكن بتشوفه كده بالبرامج اللي هي بتاعتنا زي المتصفح جوجل كروم والمتصفحات اللي هي المشهورة بتاعتنا دي، لا مش بيشاف بالحاجات دي اللي هي المتصفحات النت الغير قانونية يعني حرفيا يعني. فعشان تشوفوا الحمد لله هي الموضوع مش سهل يعني، وانا مش هقول لك اسم المتصفح اللي ينفع تشوفه بيه يعني عشان مش عارف ولا واحد منهم. المهم السؤال الخطير، ايه اللي موجود فيه؟ يا صديقي انت عايز ناخد سترايك ولا ايه؟ انا لسه عامل القناه دوبك، مش هستفتح كده اخد سترايك يعني. بس انا هقول لك طبعا مش هينفع، انا لازم اقول لك على المعلومات كلها. بيبقى موجود فيه المتاجر الممنوعه وخدمات الهاكر الخطيره والحاجات اللي هي توديك ورا الشمس حرفيا. افهم انت بقى، اكتر بكده مش هقدر اقول. تحذير، الدخول فيه يعتبر خطر بسبب الفيروسات والمراقبه الشديده. كل شيء مراقب هناك، مش ليهم، ده ليك انت. احذر من الدارك ويب يا صديقي. المهم يا صديقي انا عارف ان الفضول هياخدك بعيد وهيفضل كده يقعد يزن عليك لحد ما تروح، فلازم اقول لك على شويه حاجات كده قبل ما تروح عشان هتقابل هناك حاجات خطيره جدا. اول نصيحه، خلي بالك من البلاك هات. تعرفوا ازاي؟ هو لابس هود واسع وقناع الجوكر. الجماعه دول مجرمين جدا، بيسرقوا بنوك دوليه، ما بالك بقى بك انت لو شافوك هناك؟ بالك بس منهم وربنا يسترها ان شاء الله. تاني نصيحه، خليك دايما مع الوايت هات، وهقول لك تعرفهم ازاي. لابسين هود واسع وحاطين برضه قناع الجوكر. ايه ده؟ اعرفوا كيف ده شبه البلاك هات. يا صديقي معايا الحل، الوايت هات لابسين هود ابيض والبلاك هات لابسين هود اسود، بسيطه جدا يعني. والمشكله ان الصعب مش في دول، في جماعه تانيين اسمهم جري هات، دول ما تعرف لهمش عدل، مره مع دول ومره مع دول. طب اعرفوا ازاي؟ مش عارف يا صديقي، هم بيغيروا الهود بتاعهم على حسب الصف اللي هيختاروه. مش مهم الوقت، المهم انت تخلي بالك من اي حد لابس اسود وانت هناك. المهم الجماعه البلاك هات دول ازاي بيخترقوا؟ بثلاث طرق، انا عايزك تاخد بالك منهم جدا. اللينك المزيف، يخليك تدوس على اللينك وتكتب مثلا تسجيل دخول حاجه معينه ويقول لك ان دوت من تبع كذا، واكتب بياناتك ويبص كده وفي الاخر ايه؟ ياخد منك البيانات والبس يا معلم. تاني حاجه التطبيقات المزيفه، ممكن وانت قاعد كده بتحمل الفيسبوك عادي جدا من موقع خارج جوجل بلاي بنفس الاسم الفيسبوك وبنفس الايقونه بتاع الفيسبوك، وانت مش واخد بالك خالص ان ده تطبيق مزيف من بتوع الهاكر البلاك هات. بعد كده يا صديقي بتدخل المعلومات كانك داخل للفيسبوك عادي جدا، والفيسبوك هيشتغل مفيش مشاكل خالص، بس هيبقى هو ده التطبيق هياخد منك معلوماتك كلها. ثالث حاجه يا صديقي كلمات السر الضعيفه. ايوه ومعلش بلاش كلمه السر بتاع 1 ل6 دي قديمه والله، او مثلا تبقى كاتب عيد ميلادك، الحاجات دي ما تنفعش، لازم تكون كلمه سر قويه. جرب كلمه السر بتاع المقترحه من جوجل، بتكون صعبه جدا مش بتتحفظ اساسا. وفي حاجه تاني اللي هي الاعلانات الكذابه، وانت قاعد كده ماسك التليفون يجيلك شعار اعلان مبروك كسبت ايفون او بلاي ستيشن 5 او اي حاجه من اللي انت بتحلم بيها. فانت لو دوست على الاعلان ده يا صديقي للاسف هيتم اختراقك بنجاح. احمي نفسك كويس جدا يا صديقي، مفيش حاجه بتيجي كده ببلاش. وفوق النت في جانب مسلي ومفيد وكل حاجه حلوه فيه، وكمان في جانب مظلم وخطير. الموضوع مش مجرد فضول، ممكن فعلا يدمرك. خلي بالك بس وانت بتتصفح، مش كل لينك امن، مش كل حاجه تشوفها حقيقيه. حاول تخلي بالك من العالم المظلم ده يا صديقي. واخيرا وصلنا الى نهايه الفيديو، ولو وصلت لحد هنا احب اشكرك. اكتب لي انك وصلت هنا. كان معاكم هوبس كومن سونا، سلام.